هتقدر تاخد منها ولا حته. معانا النهارده عناوين الاخبار. محطه نوويه لتوليد العجول، فضيحه شباب الجامعه يوم ما اتسالوا في المعلومات العامه. ميكروباصاتنا تغزو اوروبا. السلطات الكويتيه تجامل السلطات العزاويه وتطرد انصار امن وندع السياسيه. حريق مصنع اللبن كشف العقول المهلبيه. اتحاد الكرة يضع شروطا صعبة لعضوية إدارة اللعبة. صيحة جديدة للمايوه الحشمة، برقع كيمي بدل البكيني. أي حاجة على العربية ب5 جنيه. خبر من مجلة البلح العلمية بتقول محطة نووية لتوليد العجول. قررت هيئة الطاقة العزاوية إنشاء محطة نووية لتوليد العجول، وذكر مدير الهيئة إن المحطة هتساعد في الثروة الحيوانية وفي نفس الوقت نبين للعالم إن أغراضنا سلمية، عملا بمبدأ أصحاب العجول في راحة. خبر من مجلة الناجح يرفع إيده بيقول فشل 100,000 شاب جامعي في الإجابة عن أسئلة امتحان المعلومات العامة للقبول بالخارجية. وكان الامتحان مكون من عدة أسئلة زي اكتب اسمك بالإنجليزي، أو اذكر اسم دولة فرنسية عاصمتها باريس، أو حتى اذكر دولة تحب تشتغل فيها. وكان أصعب الأسئلة how many desks in our classroom. من مجلة عزة ايرلاين خبر بيقول خسائر شركات الطيران عدت 300 مليون دولار في اليوم بعد اندلاع بركان ايسلندا. وقد تم شحن 50,000 ميكروباص من العتبة والرماية لمساعدة الأشقاء في أوروبا. وشوهدت ميكروباصاتنا في أكسفورد فعلا والشانزليزيه وهي بتحمل ايسلندا النرويج، واللي مش مصدق يروح يتفرج بنفسه. خبر من جريدة عزة اليوم بيقول السلطات الكويتية تجامل السلطات العزاوية وتطرد أنصار حركة أمن وندعي من بلادها. في مجاملة صريحة للسلطات العزاوية طردت الكويت أنصار أمن وندعي من الأراضي الكويتية، وتتفشى روح المعارضة في أراضي القارة المفقودة كلها. وعلى رأي المثل اضرب المربوط يخاف السايب. خبر من جريدة البلاص الزراعية بيقول احتراق مصنع الألبان بالكامل، وقد كشفت التحقيقات ان المسؤولين عن المصنع كان هدفهم ايصال لبن مغلي للمستهلك عن طريق ان هم يولعوا في المصنع بالجاموس بتاعه، فاللبن قال ايه يجي سخن كده للناس ملهلب. بقى ده اسمه كلام يا جماعة؟ تولعوا في الجاموسة والجاموسة تبقى بقرة كده ومش فاهمة حاجة، معقولة؟ خبر من مجلة الثلاث خشبات بيقول اتحاد الكرة بيضع شروط صعبة لعضوية مجلس إدارة اللعبة. بعد ما حصل مشاكل كتير بين أعضاء الاتحاد وبعضيهم اللي بيطلعوا على الفضائيات يحللوا المباريات، أصدر اتحاد الكرة لائحة جديدة عشان يحل المشكلة، حيث اشترط في اللائحة إن لازم أي عضو في الاتحاد يبقى لعيب كرة سابق، وبعدين اتجه للتحكيم وفشل، وبعد كده اتجه للتعليق واستفز الناس، وبعد كده اتجه للتدريب وهبط بفرقته للدور الثاني، وبعد كده اتجه للتحليل والنقد والتهليل والتهريج بقى والزيطه في البرامج علشان يصبح عضو في الاتحاد بشرط ان يحتفظ بكل هذه الوظائف مع بعضيها. شوفوا اللي افترى. خبر من مجلة شاطئ ميامي المجاني بيقول صيحة جديدة للمايوه الحشمة، برقع كيمي بدل البكيني. والمايوه مكون من 9 قطع وخوذة، والمايوه كمان بيشجع كل الفئات على نزول البسين ومية البحر طبعا عشان يبلبطوا فيه. والمايوه صالح للأحجام الكينج سايز ودي عندنا منها كتير، وعلى رأي المثل من حق التخين يتدلع. أعزائي المشاهدين، نصل إلى هنا إلى فقرتنا المعتادة شاهد على العصر قبل المغرب بشوية. معنا وليس معكم السيد أبو العربي شيخ الصيادين، من غلاء اللحمة إلى الفراخ إلى السمك. إيه الأخبار؟
ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع يا عم سيد؟ مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. يا باشا والله ما في ازمه في الصيد ولا حاجه، الناس بتطلع اشاعات علينا، احنا ناس زي الفل ورزقنا مال البحر وربنا ما بيوقفهاش. طب اسمع، انا هقول لك. الاسبوع اللي فات انا طالع بحته سناره، يعني لا بشبكه ولا بغيره، رحت رامي السناره في البحر والسناره تقلت عليا، انا شد وهي تشد، انا شد وهي تشد، انا شد وهي تشد، رحت دق الرجل في صخره كانت موجوده جنب البحر. في صخره؟ في الصخره يا باشا. راحت الصخره قلقلت تحت رجلي. انا بشد الصخره قلقلت، راحت عامله زلزال في المنطقه. اسيب ولاد بلدي ولا اسيب رزقي؟ لا تسيب الصخره. لا، رحت سايب رزقي وطلع اجري على ولاد بلدي، ورحت رابط السناره في شجره ورجعت جري، لقيت عمارتين بيقعوا رحت ساندهم بايدي يا باشا، عيلين بيقعوا رحت شقتهم، امال ايه ده واجبي طبعا. ورحت سايب الناس دول وطالع اجري تاني على رزقي. رحت ماسك البتاع، انا شد وهي تشد، انا شد وهي تشد من هنا لهنا، بشد قوي، راح طالع معايا ايه يا باشا؟ الصخره؟ لا، حوت. الحوت. حوت. رحت فاتح بطن الحوت وداخل، الاقي لك خيرات ربنا فيه، عارف لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ غسالات، ثلاجات، مراوح، فيديوهات، انت دخلت هايبر مش الحوت. امال ايه يا باشا؟ مش بقول لك ده رزق، الحكايه مش سمك. طبعا. رحت داخل جوه جنب كبد الحوت، ببص لقيت شنطه حمراء كده صغيره. بتاعت مين دي يا ترى؟ ما فهمتش، استغربت قوي يا باشا. وبتوع الجمارك فين من الحوت ده؟ ما هو ده اي حوت، ده حوت متدرب. رحت مادد ايدي ومطلع الشنطه، بفتحها لقيت لك فيها ايه؟ لقيت ايه؟ الصخره. لا يا باشا، الصخره ما احنا الصخره دي هناك وعملت زلزال بقى. الصخره مشيت. لقيت فيها اندروير سخن نار يا باشا، تمسك الحته تولع في ايدك. عملت ايه بقى؟ رحت فاتح بوتيك. في الفرنجي؟ لا يا باشا، مش في الفرنجي، في البلدي. في البلدي، في التجاري. وفتك في الكلام. تمام. الحوت هو بيفرفر. قلت له يا حوت، النبي يا حوت. طبعا. قول لي يا حوت، مفيش حاجه انت مخبيها؟ طب مفيش حاجات اسخن من اللي موجوده فيك؟ قال لي في الحوت اللي ورايا. في الحوت اللي وراه؟ امال ايه؟ عظيم. انت فكرتني بواحد صاحبي على فكره، من عندكم برضو بلدياتك. ايوه. كان طلع يصطاد بالفلوكه بتاعته اخر النهار كده، قعد يقدف يقدف يقدف، بقت بورسعيد تبعد واليونان تقرب، بورسعيد تبعد واليونان تقرب، حط الهلب ونزل قعد يريح شويه في اليونان، بس لا العيشه اتدنت. قال لك اما اروح بقى اتعشى مع العيال، راح واخد الفلوكه بتاعته وقعد يقدف يقدف يقدف، بقت بورسعيد تقرب واليونان تقرب، بورسعيد تقرب واليونان تقرب، اتاري نسي يشيل الهلب من اليونان. ده اخويا الحاج محمد العربي. يا راجل. امال ايه؟ انتوا كلكم قرايب بقى في قلب بعضيكم. ايوه بس يا باشا، بس انا عايز اقول كلمه قبل ما تقفل. اتفضل يا ابو العالي. عايز احيي الفنان الكبير هاني رمزي على الفيلم اللي هو عمله. هو بيحمل الكثير من المبالغات يعني على اننا بنكذب وبنقول كلام كده وكده. لا بس انا بقول له انت برافو عليك، وانت احسن ليبرو جابته مصر، وربنا يكرمك، وانت شرفتنا في الاحتراف. ربنا يكرمك يا ابو العربي، واحنا سعداء جدا بيك. ربنا يخليك. والى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي فقرتنا مع شاهد على العصر قبل المغرب بشويه. واخيرا خبر من مجله التوقعات المرئيه، خبراء التعليم ارتفاع باهر في نسبه النجاح في الثانويه العامه لنسبه تصل اكثر من 110%، يعني كله نجح، وال10% دول كمان خدوهم من سنه ثانيه ثانوي. ووصل لنا على البرنامج دلوقتي من احد اولياء الامور، وصل لنا النداء الالي التالي، بعت لنا زجل بيقول الثانويه بقت يا حياه يا ممات، وممكن يحصل انتحار في اللجنات، يعني يوم الثانويه ممكن يبقى ذكرى ثانويه. يا ترى ده عيب في التعليم ولا احنا ما بنتعلمش من سكات؟ وسلم لي على عزه. اخبار عزة هتهز الدنيا هزة، هنجيب اخبار جديدة مش قلشة ومستفزة. نشرة اخبار عزة هتهز الدنيا هزة، هنجيب اخبار جديدة مش قلشة ومستفزة. هنجيب اخبار سخنة طحن زي نار، لو لقيناها في المريخ هنجيلها من المطار. ما تخافوش من اخبارها دي لو حتى جت دراما، دي دايما في الاخر بتخش في الهزار. ولادك يا عزة كده دايما مطحونين، شوية منهم على الشمال وشوية على اليمين. هنكتر في الكلام ونرغي كده ليه؟ ما تيجوا تشوفوا معانا اخبار عزة ايه. نشرة اخبار عزة